السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعضنا طبق شاي، يعني حلو جدا جدا، حلو شاي مشهي، طعمه جميل جدا. أجنحة الدجاج المشوية شوينها بطريقة حلوة قوي قوي، وتتبيلة كده تاخد العقل، مع طبق تومية ما اقولكوش بقى أحسن بتاع المطاعم، وهتجربوها هتقولوا لي رأيكم فيه ايه. شايفين ما شاء الله؟ شايفين الجناح مستوي جدا جدا، اللحمة فيها منه كده. وطعم البطاطس كمان، عملت معاهم بطاطستين كده في قلب الفرن بنفس التتبيلة. بصوا أكلة رهيبة بصراحة، ربنا حلوة جدا جدا. تعالوا بس نخش نشوف هنعمل الوصفة دي مع بعضنا ازاي كده. بس قبل ما نخش على الوصفة، يا ريت ما تنسيش اللايك والشير وتفعيل الجرس. تعالوا نسمي ونقول بسم الله. احنا معانا هنا طبق او بولة، فيها هنا حوالي ربع معلقة توم، معانا معلقة صلصة كبيرة، معانا معلقة هريسة شطة، اللي ما بيحبهاش حامية بلاش، معانا معلقة بابريكا، معلقة فلفل أسمر، معلقة بهارات، رشة سكر، معلقة ملح، رشة قرفة. بصوا حطوا اللي انتوا عايزينه في البهارات دي بتاعتكم انتوا، زودوا كل ما تزودوا بهارات بيبقى طعمها حلو جدا. معانا هنا معلقه صويا صوص، معايا معلقه دبس رمان عشان تديله مزازه. معانا هنا بقى العامل اللي هو هيخلي الاجنحه دي كده تطرى معانا كده وتبقى طعمها جوسي وجميله كده. معانا نص معلقه صودا، وما هننزل كمان بمعلقتين زيت ومعلقتين خل. بصوا يعني التتبيلة ريحتها كانت فظيعة. كمان هنزل كمان عليها بمعلقة شطة، عشان احنا كمان بنحب الاكل بتاعنا بيبقى سبايسي شوية يعني. بس اقلب كل ده، اقلبه مع بعضه كده. وهنا الفراخ بتاعتنا بقى، اهم حاجة في الوصفة دي ان لازم الفراخ دي الاجنحة تكون مغسولة ومنقوعة حلو جدا جدا. اهم حاجة في الوصفة اهمها ان تكون الاجنحة دي مغسولة ومنقوعة تمام وحلو جدا جدا ومشطوفة حلو جدا. بعد كده قبل ما انزل بالفراخ بتاعتنا او بالاجنحه في قلب التتبيله، انا هشيل شويه كده على جنب. انا هقول لكم هعمل بيهم ايه. هنا كده كل الاجنحه كده قلبناها مع بعض كويس جدا في قلب التتبيله. هغطيها بقى واسيبها على الاقل حاجه يا جماعه ساعتين بس. انا يعني كرأيي انا، يعني المفروض اي حاجه بتتشوي او اي تتبيله لازم تقعد ليله كامله في التلاجة. هنا بقى كان معانا واحدين تلاتة بطاطس كده، احنا هنخرطهم معانا صوابع تخينة شوية كده، مش صوابع قلي يعني، لأ. وبعد ما اخرطهم واغسلهم، هقول لكم بقى دلوقتي هنعملها ازاي. بصوا طعمها تحفة جدا يا جماعة، والله جربوها حلوة قوي قوي. انا كده غسلتها، وعندنا شوية التتبيلة انا شلتهم لوحدهم ووريتهم لكم دولت. انا كده نزلت عليها برشة ملح ورشة بابريكا ورشة شطة ورشة كركم، وهقلب كله مع بعض. واهم حاجة فيهم بقى رشة الزعتر دي، معلقة زعتر بتاخد البطاطس دي، يعني بتاخد العقل بصراحة يعني. بس كده يا ماما، هنزل بشويه التتبيله اللي انا كنت شايلاهم على جنب. بعد ما اقلب البطاطس كويس جدا، اروح نازله بيهم واقلبهم تاني مع بعض، واروح نازله عليهم بمعلقتين زيت، وهقلبهم كلهم مع بعض. بصوا شكل البطاطس يعني لسه نيه، وتتاكل نيه. والريحه بقى لو شميتوا الريحه بتاع التتبيله دي. المهم انا هغطيها كده برضو، وهسيبها نفس الوقت اللي متبله، نفس الوقت اللي سايبه فيه. يعني انا لو سبت الاجنحه ساعتين هما ساعتين، لو سبتها لها كامله هي متبله لها كامله برضو. انتوا عارفين الحاجات المشويه دي بالذات كل ما بتقعد في التتبيله كل ما بتبقى احسن. احنا هنا معانا صاج بقى او صينيه، هننزل فيها بالبطاطس بتاعتنا، وهفردها كده في الصاج بتاعنا بالميه بتاعتها بتتبيلتها بكلها. وهحط فوقيها الشبكه، وعندي فوق الشبكة بقى هرص الأجنحة بتاعتي. هي شاربة طبعا من التتبيلة حلو جدا جدا. هرصهم كده. ممكن لو عندكم شيش طاووق اسفة، لو عندكم عصيان الشيش، ممكن تحطوا فيهم عصيان الشيش كده وترصوهم لو انتوا حابين يعني. بس انا صراحة ما كانش عندي عصيان شيش خالص. فالمهم انا كده حطيتهم على الشبكة زي ما انتوا شايفين كده. وعندي التتبيله بقى اللي في قلب الطبق مكان الفراخ. انا كل شويه بفتح الفرن وبفرشه كده، وبشيل من التتبيله وبدهن الفراخ. في الاخر هتدينا شكل تحفه جدا جدا. على ما بتستوي بقى، احنا دخلناها الفرن هنسيبها على ما تستوي الاجنحه بقى. تعالوا نشوف بقى هنعمل بقى التوميه القمر دي ازاي. احنا معانا التوميه دي، معانا معلقتين نشا كبار، معانا كوبايتين ميه، معانا نص ليمونه، معانا حوالي ربع فنجان خل، ومعانا ملح، ومعانا ربع معلقه توم. بصوا انا مش هنزل بالكميه كلها على النشا، لا انا حطيت كوبايه ونص ميه على النار، ونص كوبايه الميه هنا هنزل بيهم على النشا، على معلقتين النشا، وهقلبهم كويس لحد خالص ما يدوبوا معانا تماما.
انا دلوقتي يا جماعه احنا كنا بنعمل نيجي نعمل المهلبيه او نيجي نعمل اي حاجه بنشا زي كده، نفضل واقفين طول النهار قدام الحله على النار، نفضل نقلب فيها عشان خاطر ما تكلكعش معانا. فاحنا دلوقتي بنغلي الميه، وان زي ما انتم شايفين كده اول ما الميه اللي على النار هتغلي هننزل عليها على طول بالميه بتاعت اللي احنا قلبين فيها النشا دي، وايدينا فيها طبعا في ثواني هتكون اتحولت معانا لمهلبيه والنشا استوى تماما. لكن بدل الوقفه بتاعت اللي كنا بنقفها قد كده على البوتاجاز شايفين، ما خدتش ثواني ثواني اول ما نزلت بالنشا على طول على الميه المغليه بتاعتنا، ما خدتش ثواني والمهلبيه ما شاء الله او النشا ما شاء الله استوى معانا جدا. شايفين الفقاعات دي هي دي بقى خلاص كده، طالما الفقاعات دي كده طلعت ولقيت اللون بتاع النشا اتغير، بدل اللون اللي هو اللون اللي هو زي اللبن كده ادانا لون شفاف طبيعي كده، خلاص شايفين هو ده اللون الشفاف اللي اقول لكم عليه. ما خدتش اي حاجه على النار. انا هركنها بقى تبرد تماما، لازم تبرد يا جماعه جدا. بعد كده في شفشق الخلاط بقى، هنزل بشفشق الخلاط بعد ما انزل بالنشا، هنزل بالخل، وهنزل بالثوم، وهنزل بالملح، وهنزل بعصرة الليمونة. وفي معانا مكون تاني بقى اللي هيخلي معانا التومية تومية، هو الزيت. انا ما حطيتش الزيت في الوصفه، انا مش عارفه الزيت هياخد مني قد ايه، فلازم كنت احطه الاول واقول لكم هياخد قد ايه معانا بعد ما اخلص الوصفه بتاعتنا. هو هياخد معانا نص كوبايه زيت. في الخلاط بضرب كده زي ما انتم شايفين، وبحاول ان انا كل من وقت التاني افتح كده شفشق الخلاط من فوق، وبساعده بالاسباتولا كده مع الزيت وهو نازل. بنزل بالزيت يا جماعه حاجه زي ما بيقولوا كده سرسوب كده، بالراحه جدا بخيط رفيع كده بالزيت لحد ما يتكون معانا ما شاء الله توميه. عايزه اقول لكم والله والله احسن من بتاعه المحلات. على فكره هي دي طريقه المحلات، بس احنا عاملينها في بيتنا من غير اي مواد حافظه من غير اي حاجه. طعمها حلو جدا. جربوها واعملوها ودوقوها كده وشوفوا الدنيا هتبقى معاكم ايه، واعرفوا وهتعرفوا انتم من نفسكم كده انها فعلا فعلا زي بتاعه المحلات، ما كانتش احسن كمان. كده خلصنا الوصفه بتاعتنا مع شويه رز ابيض كده تحفه زي ما قال الكتاب كده. شايفين المنظر تحفه جدا. شايفين الاجنحه ما شاء الله، عشان كنت كل شويه بالفرشه كده بالتتبيله، شايفين بتلمع وحلوه ولونها جميل ازاي، ولونها وطعمها تحفه جدا جدا جدا. ما شاء الله مستويه قوي مع شويه رز تحفه، والبطاطس طعمها خيال يا جماعه تحفه. جربوها. ايه رايكم بقى في الوصفه بتاعتنا؟ لو عجبكم الوصفه بتاعتنا النهارده يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصل كل اشعاراتنا بكل فيديوهاتنا الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.